السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض الجاتو شاتو او الجاتو السريع بطريقه سهله جدا بمكونات ان شاء الله تكون اقتصاديه. زي ما انتم شايفين الشكل روعه والطعم في منتهى الجمال. يلا اللي اول مره يشوفني ما ينساش يشترك في القناه ويحط لايك للفيديو. يلا نسمي الله ونشوف الطريقه والمقادير. انا هنا هستخدم الكبه بتاعتي، تقدري في المرحله دي تستخدمي الخلاط. هنجيب مع بعض كوبايه من اللبن او الحليب، وهننزل عليها بكوبايه من السكر وكوبايه الا ربع من الزيت. عايزين نبقى متفقين ان الزيت اللي بنستخدمه في الحلويات يكون لازم زيت نضيف. بعد كده ضفنا ربع كوبايه من الكاكاو الخام الغير محلى وضربناهم كويس قوي لحد ما اصبح الخليط معانا بالسمك اللي احنا شايفينه ده، يكون تقيل علشان هناخد منه كوبايه نزوق بيها الجاتوه بعد ما نخلصه ان شاء الله. بعد كده خدنا باقي المكونات، احنا خدنا منها كوبايه بس والباقي هنسيبه. هنبتدي نضيف عليه بيضتين بدرجه حراره المطبخ ومعلقه صغيره من الفانيليا السائله او باكت من الفانيليا البودر ومعلقه من الخل، وهنضربهم ضربه كده مع بعض كده في الخلاط او الكبه زي ما انتم شايفين. ضربناهم لحد ما بقوا معانا بالشكل ده، ضربناهم كويس قوي. وبعد كده خدنا السائل دوت وحطيناه في البوله بتاعتنا، وهنجيب كوبايه من الدقيق عليها معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه من الملح، وهننخلهم على المواد السائله ونبتدي نقلب كويس قوي لحد ما كل الخليط كله يتجانس معانا ويبقى معانا بالسمك اللي احنا شايفينه ده. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا او القالب تكون مدهونه ومتبطنه بالكاكاو علشان دي كيكه شوكولاته، وهنبتدي ننزل الخليط. وفي الاثناء دي احنا ولعنا الفرن بتاعنا على درجه حراره 180، وهنبتدي نخبط الصينيه بتاعتنا كده علشان نطلع كل الهواء اللي فيها، علشان لما تدخل الفرن تطلع معانا بالسطح بتاعها هيكون مستوي وشكلها هيكون حلو. دخلنا الصينيه الفرن وبدانا بقى نعمل الكريم شانتيه بتاعنا. معانا هنا كوبايه الا ربع من الميه تكون متلجه، عليها ربع كوبايه من السكر، وضربناهم لحد ما السكر داب معانا بنسبه 50%، ونزلنا عليهم بكوبايه الا ربع من الكريم شانتيه الغير محلى الخام، وضربناهم كويس قوي لحد ما السمك الكريم شانتيه بقى تضاعف معانا وبقى سميك كده. خدنا معلقتين من صوص الشوكولاته اللي احنا كنا شايلينه اللي احنا خدناه في اول الفيديو، وحطينا عليه معلقتين. انا حطيت 3 معالق لان حسيت اني محتاجه اللون يبقى اغمق من كده. حطيت الاول معلقتين وبعدين دلوقتي نزلت بمعلقه ثالثه عشان عايزه اللون يبقى اغمق من كده. خلاص كده وبدات اضربهم كويس قوي قوي زي ما انتم شايفين كده. وطبعا عايزين السمك بتاع الكريم شانتيه يكون زي ما انتم شايفين تقيل كده، ما يكونش خفيف، علشان لما نفرده على الكيك يتفرد معانا بمنتهى السهوله وما يبقاش سايح بعد كده لما ننزل عليه بصوص الشوكولاته، وكله يبقى سايح في بعضه فيبقى الشكل مش حلو. خلاص كده الكيكه بتاعتي خرجت من الفرن وبردت زي ما انتم شايفين. بدات اجيب عصايه من الشيش طاووق وبدات اعمل فيها خروم، وجبت حوالي ربع كوبايه من اللبن وضفت عليها حوالي معلقه صغيره من صوص الشوكولاته اللي كان معانا، وبدات انزل اشرب الكيك كده. طبعا المرحله دي او الخطوه دي لو انت مش عايزه تعمليها ما تعمليهاش، هي الكيك جميل وهش مش محتاج سقيه، بس انا بحب يكون الكيك جوسي اكتر، فعشان كده عملت ربع كوبايه من اللبن. زي ما انتم شايفين الكيك اصلا يعني هو يا دوب ما خدش غير معلقتين بس لانه هو طري وجميل مش محتاج. خلاص كده بعد ما الكيك شرب معايا اللبن تماما، بدات بقى اجيب الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين سمكه عامل ازاي متماسك علشان يبقى سهل ان انا افرده. وكمان زي ما قلت لكم خطوه مهمه جدا، لان لو الكريم شانتيه خفيف ونزلت عليه بصوص الشوكولاته الاتنين هيسيحوا مع بعض ويبقى شكلهم وحش جدا. لكن لما يبقى الكريم شانتيه متماسك وتفرديه بطريقه حلوه ويكون مفروض كويس قوي زي ما هوريكي كده في الصينيه وناعم، صوص الشوكولاته ما ينزل عليه هينزل عليه بمنتهى السهوله ويبقى مفروض والشكل يبقى حلو. زي ما انت شايفه كده انا بعد ما فردته بالمعلقه جبت بقى السكرابر بتاعي وبدات افرد كويس قوي. وزي ما انتم شايفين انا بقول لكم اهوت الصوره ابلغ من الكلام. الكريم شانتيه تقيل فبيتفرد معايا بمنتهى السهوله مش هيغلبني. طبعا انت بعد ما بتعمليه بتحطيه في التلاجة شويه فبيتماسك اكتر وتبتدي تفردي، هيتفرد معاكي زي ما انت شايفه بمنتهى السهوله واليسر. وبعد كده هبتدي اجيب الصينيه بتاعتي انضفها كويس قوي، وزي ما انتم شايفين كده هجيب بقى صوص الشوكولاته وابتدي احطه عليها.
طبعا انت لو حسيتي ان الصوص بتاعك تقل شويه ولا حاجه، تبتدي تضيفي له معلقه من الميه او اللبن وتخففيه شويه علشان ينزل معاكي ويتفرد منتهى السهوله. زي ما انتم شايفين كده الصوص بينزل، مش محتاج معلقه لا افرده بيها ولا حاجه، لان زي ما قلت لكم انا فردت الكريم شانتيه بطريقه سهله وبسيطه، لانه سمكه كويس فاتفرد معايا بمنتهى السهوله. فلما اجي احط الصوص هينزل معايا، مش هيحتاج مني ان انا اقعد افرده بالمعلقه ولا حاجه، لان هو الصينيه كلها مفروده، وزي ما انتم شايفين طلعت معايا متساويه ازاي. خلاص كده حطيته بقى في التلاجة. بعد ما نضفت الصوص بدأت ادخله التلاجة علشان يهدى كده شوية ويرتاح ويتماسك مع بعضه. وبعد كده جبت بقى السكينة وهبتدي اقطع قطع الجاتوه زي ما انتم شايفين، زي ما انت حابة بقى، عايزة تطلعيهم 10 قطع، عايزة تطلعيهم 12 قطعة، براحتك بقى وحجم القطعة اللي انت عايزاها. انا هنا طلع معايا 10 زي ما انت شايفة، هعملهم معاكي. وكنت طبعا لما عملت الكريم شانتيه شلت معلقتين كده في كيس الحلواني، علشان خاطر ازين بيهم قطع الجاتوه من فوق، وابتدي ازينها كمان بالكريسبي المدور بتاع الشوكولاته. هنشوف مع بعض انا هعمله ازاي. خلاص كده انا قطعته، وبدات بقى اجيب كيس الحلواني اللي انا كنت حاطه فيه الكريم شانتيه، وبدات بقى اعمل روزيتات كده، او ورد او نجوم زي ما انت عايزه بقى بالقمع اللي انت تختاريه، وابتدي اعمله كانه بالظبط قطع من الجاتوه اللي احنا بنبقى عارفينها دي، اللي شكلها بيبقى جميل. وهجيب بقى قطع الشوكولاته المدوره او الكريسبي وابتدي ازوقها من فوق. عايزه اقول لكم ان شكله حكايه، والطعم كمان جميل جدا، ومش مكلف خالص، وحاجه نقدر نبسط بيها الولاد. وطبعا انتوا عارفين الجاتوه دلوقتي وصل سعره لكام، فاحنا هنعمله بطريقه اقتصاديه وطريقه سريعه وفي منتهى الجمال والطعم. طبعا عايزه اقول لكم انه حكايه، فمش هتفرقي عن الجاتوه الحقيقي خالص. زي ما انت شايفه بدات بقى ازوقه اهوت، وهنقطع حته مع بعض وهندوقه وهتشوفيه شكله عامل ازاي، ان شاء الله هيعجبك. عايزه اقول لك بقى لما تعمليه ان شاء الله وتشوفي النتيجه، عايزه تقولي لي بقى رايك في التعليقات، شكله عامل ازاي والطعم عامل ازاي. زي ما انتم شايفين هنطلع واحده كده مع بعض وندوقها، وهوريكي شكلها عامل ازاي وقد ايه هي تخينه وكبيره، ما هي صغيره. وزي ما قلت لك هتقطعي بقى الحجم اللي انت عايزاه، عايزه حجم كبير حجم صغير، عايزه الصينيه تطلعيها 12 قطعه 10 قطع زي ما تحبي. شكله تحفه. ايه رايكم؟ عايزاكم تقولوا رايكم في التعليقات. والطعم كمان جميل جدا زي ما انتم شايفين. هناكل مع بعض وندوق وان شاء الله. يلا جربوه قولوا لي ان شاء الله يعجبكم باذن الله، انا متاكده لانه سهل جدا ومكوناته بسيطه، لكن طعم في منتهى الجمال. زي ما انتم شايفين حكايه، شكله حلو جدا، والصوص نزل عليه كده، والصوص كمان جميل جدا، صوص اقتصادي مش مكلف خالص. يعني الكاكاو والزيت كل حاجة خفيفة جدا وبسيطة، ولا احتاجنا نشتري شوكولاتة ولا اي حاجة. زي ما انتم شايفين هناكل مع بعض اهو. انا بوريكم قد ايه الكيك هش وجوسي وطري جدا. زي ما انتم شايفين شكل حكاية، والطعم في منتهى الجمال. يلا اشوفكم على خير، فيديوهات جاية كتير. مع السلامة.